مساء الخير على كل مستمعينا مستمع راديو شباب مصر. النهاردة حلقة جديدة من برنامج صوت الجامعة. يا رب تكون الحلقة اللي فاتت عجبتكم. إن شاء الله عندنا الحلقة فيها أخبار وحشة، خبرين وحشين وخبر كويس. أول خبر وحش معانا إن هو تم إطلاق النار على رئيس الجامعة. الخبر التاني إن النهاردة آخر يوم في برنامج صوت الجامعة، وإن شاء الله هنرجع لكم تاني بطلع أقوى من كده لكل المستمعين اللي بيحبونا. والخبر الحلو إن شاء الله هيتم صرف 100 جنيه لكل العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة شوية لأنها آخر حلقة قبل المدعكة في الامتحانات. يا رب كلنا نبقى موفقين بينا وبيكم. إن شاء الله هيكون معانا رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة الزقازيق طارق خالد، هيجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم. هنستناكم على رقم البرنامج اللي هو يلا اكتبوه معايا 012 70 97 6326. تاني الرقم 012 70 97 6326. نطلع فاصل ونرجع مع أول فقراتنا وهي أخبار الأقسام، استنونا. كلام في الحب مع أحمد المحلاوي، الاثنين والأربعاء من كل أسبوع 12 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. ورجعنا لكم تاني على راديو شباب مصر في برنامج صوت الجامعة مع فقرة الأخبار. بس الأغنية اللي فاتت دي كانت للشباب والمستمعين عشان نفرفشهم إنهم داخلين على المعركة والمدعكة اللي احنا لسه حاكيين عليها اللي هي الامتحانات. وهنبدأ بأول فقرة الأخبار، ونبدأ بمحمد. اتفضل يا محمد. نخش يا أحمد بقى قسم الجغرافيا اللي هو القسم بتاعي يعتبر. تمام. الفرقة الأولى كان طبعا كل الدكاترة خلصت محاضراتها. يعني عشان نبقى على وضوح، كل الدكاترة خلصت محاضراتها، والأسبوع اللي جاي ده تقعد في البيت بقى إيه نذاكر. الفرقة الأولى إن شاء الله أول مادة عندنا اللي هي مدخل إلى علم الجغرافيا. الدكتورة حددت لصفحة 171. مدخل علم الجغرافيا الدكتورة حددت صفحة 171، ده المقرر. وفي مذكرة في مكتبة المنى هيجي منها الامتحان، فيها حاجات مهمة هيجي منها الامتحان. بعد كده مادة علم الاجتماع الدكتور ادى لحد فصل الخامس وقال لك الباقي كله مادة. هو مش قال بس يعتبر الباقي كله مادة. الدكتور ادى لغاية الفصل الخامس في مادة علم الاجتماع. بالنسبة لمادة البنية والتضاريس الدكتور قال أسئلة مهمة وقال هي دي اللي هيجي منها الامتحان. الدكتور قال في آخر محاضرة في البنية والتضاريس تمام أسئلة مهمة وقال دي اللي هيجي منها الامتحان. تمام. بعد كده الإنسان والبيئة. الإنسان والبيئة طبعا في كتير من الفرق يقولوا طبعا مش عارفين يذاكروا ازاي في الإنسان والبيئة. للأسف لأن الدكتور فاروق موسوعة من العلم طبعا، ويعتبر هو يعني بنك معلومات في يعني الدكتور فاروق مش هنقدر نتكلم عنه لأنه هو بنك معلومات فعلا للي يقعد في محاضرته ويركز معاها. هو طبعا الدكتور قرر الكتاب كله مقرر، بس في أسئلة. تمام. الدكتور قرر الكتاب كله بس في أسئلة كان بيركز عليها. يعني مثلا كان في أسئلة اللي هو مثلا تكلم عن البيئة القطبية، تكلم عن البيئة الاستوائية، تكلم عن تاريخ إنشاء الإنسان اللي هو في الأديان، تكلم مثلا عن الجنس، اللون، البشرة، العينين، الكلام ده كله. بعد كده في مادة المساحة للدكتور أحمد سامي. الدكتور قال لسه في محاضرة كمان عشان يشرح لها الميزانية، والدكتور حسن الشافعي بيقول حاجات مهمة جدا في السكشن.
الدكتور حسن الشافعي بيقول حاجات مهمة جدا في السكشن. بالنسبة احنا كده خلصنا الفرقة الأولى، بس فاضل مادة تانية اللي هي حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الدكتور حدد من صفحة 53 لصفحة 72، ده المقرر من صفحة 53 لصاد 72، وقال من 74 ده قراية. كده نسيب الفرقة الأولى ونطير على الفرقة الثانية. بالنسبة لمادة الخرائط الدكتور أحمد إسماعيل حدد الامتحان في آخر محاضرة. بالنسبة لمادة الخرائط تمام، بالنسبة لمادة الخرائط الدكتور أحمد إسماعيل حدد الامتحان في آخر محاضرة، وهو ادى لغاية الفصل الخامس، لا ادى لغاية الفصل السادس. ايه بقى هو المقرر والمهم؟ اول حاجة المقرر لغاية صفحة 153، والفصل الثالث ملغي. تاني، مادة الخرائط الدكتور احمد اسماعيل ادى لغاية الفصل السادس، وقال لك المقرر لغاية صاد 153 والفصل الثالث ملغي. وفي صفحة 202 في تمرين مهم يا ريت تركزوا عليه. بعد كده نقول بقى المقرر في مادة الخرائط. أول حاجة أساسيات الخريطة، وده من صاد 1 لصاد 17. تاني حاجة طرق تعيين اتجاه الشمال الجغرافي من صاد 18 لصاد 23. تالت حاجة الرموز والعلامات من صاد 45 لصاد 55. قياس المساحات على الخرائط من صاد 64 لصاد 73. بعد كده الخريطة الجيولوجية من صاد 75 لصاد 83. بعد كده الخريطة الكونتورية من صاد 105 لصاد 135. وفي سؤال مهم الدكتور أحمد بيجيبه كل سنة، اللي هو رسم الظاهرات بخطوط الكونتور، اللي هو زي تل مخروطي، تل قبابي، الكويستا، ده كله الدكتور أحمد بيجيب عليه سؤال في الامتحان. بعد كده نروح لمادة النظم الخاصة بالدكتور محمد عزمي. أول حاجة الدكتور حدد الأسئلة في آخر محاضرة، والأسئلة عبارة عن أول سؤال إن شاء الله معانا تكلم عن البيانات في أنظمة المعلومات الجغرافية وأنواعها. ثاني سؤال تكلم عن 4 من الآتي. تمام، الامتحان هيجي كالآتي يعني. تكلم عن 4 من الآتي: مميزات نظم المعلومات الجغرافية مع ذكر أمثلة المتطلبات البشرية. تمام. بعد كده أهم الفروق بين المعلومات الخطية والشبكية في شكل جدول. بعد كده معايير تقييم مصادر المعلومات المكانية. بعد كده فوائد ترتيب البيانات في قواعد البيانات. بعد كده تطبيق نظم المعلومات الجغرافية مع ذكر أمثلة. بعد كده عرف نظم المعلومات الجغرافية، ثم اذكر العوامل التي تؤثر على تكلفة إنشاء نظام معلوماتي جغرافي مع الرسم. وفي تعريف نظم المعلومات الجغرافية ممكن انك انت تكتفي بواحد بس، يعني تعريف واحد او تعريفين. يعني ممكن انك انت تكتفي بتعريف واحد او تعريفين. تمام. بعد كده في حاجة تانية، سؤال تاني: اذكر الشروط الواجب توافرها في برنامج نظم المعلومات الجغرافية مع الرسم. بعد كده اذكر اهم تخصصات الكوادر البشرية المطلوبة في نظم المعلومات الجغرافية. بعد كده المعلومات الخطية. بعد كده العلاقات المكانية. بعد كده أنواع العلاقات في ربط المعلومات مع الأمثلة، وفي رسم في السؤال ده، والسؤال ده مهم. بعد كده فوائد ترتيب البيانات. بعد كده السؤال رقم 2: اذكر المراحل الأساسية لبناء قواعد المعلومات الجغرافية. السؤال رقم 3: ارسم اللوحة الأساسية للمركبات نظم المعلومات الجغرافية ثم تكلم عن المتطلبات.
سؤال رقم 4. تكلم عن عناصر الإدخال في وظائف نظم المعلومات الجغرافية مع فوائد ترتيب البيانات في قواعد البيانات. بعدين تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية مع ذكر أمثلة. تمام؟ بعد كده احنا قلنا بقى عرف نظم المعلومات الجغرافية. بعد كده قلنا اذكر أهم تخصصات الكوادر البشرية مطلوبة في نظم المعلومات الجغرافية. تمام؟ بعد كده بنطلع بقى على مادة. لا ده لسه في سؤال هنا كمان اهو. اشرح مع الرسم 3 أنواع رئيسية لقواعد المعلومات الجغرافية. وفي سؤال تاني، تكلم عن عناصر الإدخال في وظائف نظم المعلومات الجغرافية مع الرسم. وفي السؤال الأخير، اشرح 6 من مصادر البيانات في نظم المعلومات الجغرافية. نسيب مادة نظم ونرجع على مادة الزراعية. الزراعية الدكتورة فهيمة حددت المنهج وقال كل الكتاب مقرر. تمام؟ ومفيش حاجة ملغية خالص غير مشكلة الغذاء. تاني مرة، مادة الزراعية الدكتورة فهيمة اللي هي جغرافيا زراعية، الدكتورة فهيمة قالت المقرر الكتاب كله مقرر ما عدا مشكلة الغذاء. نسيب جغرافيا الزراعية ونطير على الجيومورفولوجي. الجيومورفولوجي متحدد لغاية الفصل الخامس، وفي مذكرة في مكتبة المنى. تمام؟ مهمة جدا، يا ريت الناس تشتريها. وفي بعض الأسئلة المهمة اللي احنا هنقولها، زي يلا نشوف الأسئلة كده اللي جات لنا من مراسلينا في الأقسام. يلا أول أسئلة، في سؤال هيجي على شكل عرف كل من الجيومورفولوجي، السفوح، التبوية الكيميائية، عملية التفكك الكتلي والصخري، الكثبان الرملية، التقشر الصخري. نعيد تاني التعريفات. في تعريفات مطلوبة منكم اللي هي الجيومورفولوجي، السفوح، التبوية الكيميائية، عملية التفكك الكتلي والصخري، بعد كده الكثبان الرملية والتقشر الصخري. تاني سؤال، ما الفرق بين كل من المروحة الفيضية والدلتا؟ ما الفرق بين كل من الحد والتزريع؟ ما الفرق بين كل من التجوية والتعرية؟ السؤال اللي بعديه، الأشكال الجيومورفولوجية. وعلى فكرة الكلمة دي كنا على طول بنتلخبط فيها واحنا في تانية، ما كناش أصلا ولا بنعرف نكتب ولا ننطق جيومورفولوجي، بس الحمد لله يعني نقلناها من ورقة الأسئلة على ورقة الإجابة، وهي سهلة على فكرة. الأشكال الجيومورفولوجية ناتجة عن التجوية، أنماط التصريف، عملية التفكك الكتلي والصخري، بعد كده الكثبان الرملية، التقشر الصخري. نطلع على سؤال تاني، ما الفرق بين كل من المروحة الفيضية والدلتا والحد والتزريع والتجوية والتعرية؟ قلنا الكلام ده كله، وقلنا برضو الأشكال الجيومورفولوجية. دي كل الأسئلة الموجودة في الجيومورفولوجيا. هيجي أسئلة عبارة عن عرف وما الفرق والأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عنها. بعد كده نروح على النصوص اللي هي المادة الخاصة بالدكتورة سماح. الدكتورة سماح حددت من صاد 39 حتى صاد 85. تاني، الدكتورة حددت من صاد 39 حتى صاد 85، لكن مش هروح هذاكر من 39 ل 85. لا، اللي بيحضر المحاضرات عارف الدكتورة شرحت انهي فقرة. تمام؟ اللي بيحضر المحاضرات الدكتورة شرحت فقرات من الصفحة دي، ما شرحتش الصفحة دي كاملة. بعد كده نسيب النصوص ونطلع على الدراسة الميدانية الخاصة بالدكتور طارق زكريا. الدكتور طارق قال لك مفيش حاجة هتتلغي،
لكن حدد المنهج كله على هيئة أسئلة. إيه بقى الأسئلة يا عم محمد؟ أول حاجة في الفصل الأول قال لك الأسئلة هتيجي عبارة عن وضح أهمية الدراسة الميدانية الطبيعية، ده أول سؤال. ثاني سؤال تكلم عن أسلوب العمل الميداني. ثالث سؤال تكلم عن الدراسة الميدانية، تعريفها، أهميتها. تمام؟ بعد كده الفصل الثاني قال لك الأسئلة فيها تبقى عبارة عن تكلم عن كل من مناهج الدراسة الميدانية لدراسة النبات الطبيعي في الأراضي الجافة وشبه الجافة. تكلم عن طرق المعاينة المناسبة لدراسة النبات الطبيعي في الأراضي الجافة وشبه الجافة. تمام؟ ده احنا قلناه. بعد كده نقول طرق المعاينة المناسبة لدراسة الغطاء النباتي. بعد كده في سؤال تاني اللي هو تكلم عن برضو إمكانية التعرف على الأنواع النباتية. بعد كده تكلم عن إمكانية قياس وفرة الأنواع النباتية. بعد كده تكلم عن طرق القياس للمجتمعات النباتية في الحقل. بعد كده هو قال تكلم عن الكثافة، التردد، التغطية، قياس الكتلة الحية والإنتاجية. وبعد كده في سؤال تاني وضح طرق المعاينة الرئيسية لقياس القطاع النباتي. بعد كده الطرق الخارجة لقياس القطاع النباتي. بعد كده الفصل الثالث نشوف الأسئلة اللي فيه اللي الدكتور حددها. تكلم عن التربة من حيث تعرفها، خصائصها، عناصرها. وهنقول بقى أهم سؤال والدكتور بيجيبه كل سنة في الامتحان، تكلم عن قطاع التربة من صاد 97 لصاد 100. يا ريت السؤال ده يا جماعة يتذاكر كويس لأنه مهم جدا. بعد كده نروح على الفصل الرابع. الدكتور حدد قال تكلم بالشرح والتوضيح عن كل من القطاعات الطولية للأودية، القطاعات العرضية للأودية، عمق الوادي، المواد والأجهزة المستخدمة لقياس القطاعات الطولية والعرضية والعمق للأودية. نسيب الفصل الرابع ونطلع على الفصل الخامس. عرف كل من المناخ الإرصادي، محطة الأرصاد الجوية، منظمة الأرصاد الجوية العالمية، هيئة الأرصاد الجوية. ثاني سؤال وضح دور الأرصاد الجوية في خدمة الزراعة. وضح دور الأرصاد الجوية في خدمة الزراعة والطيران والكلام ده كله، ده موجود دور الأرصاد الجوية في الكتاب. ثالث سؤال وضح الأجهزة المستخدمة لقياس العناصر المناخية، ضغط، حرارة، إشعاع شمسي، تبخر، رطوبة، أمطار، سحب. الدكتور هيجيب السؤال ده في الامتحان لأنه كل مرة بيجيبه، اللي هو وضح الأجهزة المستخدمة لقياس العناصر المناخية، ضغط، حرارة، إشعاع شمسي، تبخر، رطوبة، أمطار، سحب. وفي استبيان ممكن الدكتور يجيبه. في بقى أسئلة تانية. وضح أثر العواصف الرملية على كل من الزراعة والصناعة والتجارة. تكلم عن العاصفة الرملية والترابية من حيث تعرفها، أثرها، أسبابها، توزيعها. وضح أثر العواصف مع التدليل باستمارة الاستبيان. لو أنت اتكلمت، لو الدكتور جاب سؤال في الفصل ده وقال لك أثر العواصف، هتقول له مع استمارة الاستبيان تكتبها له. تمام؟ ملحوظة مهمة. ملحوظة مهمة: المشكلات والآثار تعداد فقط. المشكلات والآثار تعداد فقط، مع ذكر واحدة منهم
بالشرح يعني. مع ذكر واحدة منهم بالشرح. تمام. بعد كده هنتكلم، احنا قلنا آخر أسئلة نعيدها تاني برضو للناس اللي ما سمعتناش. وضح أثر العواصف الرملية على كل من الزراعة، الصناعة، التجارة. تكلم عن العاصفة الرملية والترابية من حيث تعريفها، أثرها، أسبابها، توزيعها. وضح أثر العواصف مع التدليل باستمارة الاستبيان. ملحوظة: المشكلات والآثار تعداد فقط مع ذكر واحدة منهم فقط بالشرح. وعلى فكرة يا جماعة، الدكتور طارق امتحانه بيجيب الأسئلة عبارة عن السؤال الأول فيه ألف وب وج وممكن يحط د. امتحانه عامل زي امتحان الثانوي بالظبط كده، وفقرات صغيرة. وأهم حاجة إنك أنت ترسم. الرسم مهم جدا. تمام، الرسم مهم جدا. نسيب مادة الدراسة المدنية ونطلع على مادة التاريخ. تمام. أول حاجة في التاريخ، الموضوع المقررة بقى، مكانة إقليم الحجاز الحضارية اللي هي مكة ويثرب والطائف فقط من صاد 12 لصاد 20. تاني حاجة أديان العرب قبل الإسلام من صاد 21 لصاد 27. ثالث حاجة عصر النبوة ما عدا الغزوات مقرر بدر وأحد فقط. عصر النبوة ما عدا الغزوات المقرر فيها غزوة بدر وغزوة أحد فقط من صاد 29 لصاد 106. بعد كده الفتح الإسلامي لمصر من صاد 163 لصاد 174. بعد كده مدينة الفسطاط ما عدا حارتها صاد 181 لصاد 189. بعد كده مسجد عمرو بن العاص، نشأته وموقعه ومساحته وأهميته من صاد 193 لصاد 199. بعد كده مواقيت الحج والعمرة. تمام، مواقيت الحج والعمرة من صاد 207 لصاد من صاد 207 لصاد 211. بعد كده معجزة الطواف حول الكعبة، دلائل علمية ودينية. معجزة الطواف حول الكعبة دلائل علمية ودينية من صاد 220 لصاد 212. بعد كده النظام الإداري في عصر الرسول فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم، من صاد 222 لصاد 227. بعد كده النظام القضائي في الإسلام اللي هي الحسبة فقط من صاد 241 لصاد 249. بعد كده النظام المالي في الإسلام من صاد 250 لصاد 259. إيه يا أحمد، أنا اتكلمت كتير صح؟ قسم جغرافيا كتير. هو قسم كبير وفيه شعب كتير يا محمد. طيب نطلع فاصل ولا إيه؟ نطلع فاصل. مع حاجة رومانسية كده بقى، صح؟ ماشي. أصل أنا النهاردة جاي إيه مروق عليك خالص، يعني هسمعك رومانسي وكل حاجة أنت عايزها. انت شايف يا محمد. ماشي يا أحمد، نطلع مع أغنية أغمرني لإليسا. رجعنا لكم تاني على راديو شباب مصر في برنامج صوت الجامعة مع أحمد المحلاوي ومحمد عز، ولسه مكملين فقرة الأخبار. اتفضل يا محمد كمل القسم الكبير اللي مش راضي يخلص ده. هيخلص إن شاء الله يا أحمد، هيخلص. نروح بقى على الفرقة الثالثة اللي فيها 4 شعب. أول حاجة نروح على الشعبة العامة. طبعا في مواد مشتركة بين الشعب العامة تمام بقية الشعب، مثلا زي مادة التنمية. طبعا الدكتور في آخر محاضرة قال آخر فصل ملغي، ومن برضه من صفحة 100 ل 106 ملغي، آخر فصل ملغي، ومن 100 ل 106 ملغي. وبرضه قال تقسيم الأراضي ده اتشرح في المحاضرة PDF. تمام، اللي عايزه هياخده PDF. هو نزل على كل الجروبات الدفعة
تمام؟ نزل على كل جروبات الدفعة، والسؤال ده مهم جدا وهيجي في الامتحان اللي هو بتاع تقسيم الأراضي. بعد كده نسيب مادة التنمية ونطلع على مادة الريف. مادة الريف إن شاء الله ضمننا ال4 درجات، والبحث رجع تاني. يا ريت كل مجموعة تروح تجيب البحث بتاعها، تجمع فلوسها وتروح على مكتبة المنى في أسرع وقت تجيب البحث بتاعها ويصوروه. يعني أنت هتاخد النسخة بتاعتك البحث بتاعتك، هتاخد نسخة واحدة تصورها 10 نسخ للناس اللي معاك في المجموعة، ترجعها تاني النسخة الأصلية للمكتبة. بعد كده نسيب مادة الريف ونروح على مادة الصحاري. في مذكرة مكتبة المنى 15 جنيه مهمة، يا ريت الناس كلها تجيبها، يعني جاي منها الامتحان إن شاء الله. بعد كده في خرائط وحاجات الدكتورة طلبتها في البحوث بتاعتها والشتات والكلام ده كله. الخرائط ديت هتيجي في الامتحان تاني مرة، الخرائط هتيجي في الامتحان. بعد كده نسيب بقى مادة الصحاري ونروح على مادة التاريخية، الملغي فيها عواصم مصر الإسلامية. بعد كده في حاجة اسمها أسماء الحضارات تحفظ كتعداد فقد دون شرح. الامتحان هيجي عبارة عن 3 أسئلة هتختار منهم 2. أهم حاجة الخرائط، الاهتمام بالخرائط والإجابة تكون واضحة. بالنسبة بقى لمادة أوروبا، فالدكتور قال أول وآخر فصل ملغيين، يعني بيقول لك قراية بس هما ملغيين، أول وآخر فصل. جغرافيا النقل المقرر فيها الخاصة بالدكتور أحمد إسماعيل، المقرر فيها العوامل المؤثرة في طرق ووسائل المواصلات. في عندنا عاملين، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية هنختار منهم 2 بس، وهما البنية والتركيب الجيولوجي والمناخ من صاد 11 لصاد 34. وعوامل بشرية وهنختار العمران والنشاط الاقتصادي من صاد 50 إلى صاد 69. بعد كده عندنا أنواع الطرق، في طرق برية من صاد 84 إلى صاد 89. بعد كده السكك الحديدية من صاد 94 إلى صاد 105. بعد كده خطوط أنابيب البترول الخام من صاد 112 إلى صاد 125. بعد كده النقل البحري. بعد كده تصنيف المواني من صاد 194 إلى صاد 203. بعد كده تصنيف السفن من صاد 212 إلى 217. الدكتور أحمد قال الامتحان هيجي اختياري، يعني ممكن يطلب 5 أسئلة هتختار منهم 4، أو ممكن يطلب 4 تختار منهم 3، أو ممكن يطلب 6 تختار منهم 5. طبعا هو رسم الخرائط إذا أمكن. نروح بقى على المادة اللي هي أول يوم موجودة في الامتحان، اللي هي مادة الجغرافيا الطبية الخاصة بالدكتور عبد الحميد حسن. الدكتور حدد فيها بعض الأسئلة، أو في أسئلة مهمة ممكن الامتحان يجي منها، وإن شاء الله هيجي منها. أول حاجة الاستبيان، طبعا يا ريت الناس تكون كلها عملته، يا ريت، لأنه ممكن يجي في الامتحان. بعد كده في أسئلة بقى نقولها كده. الدكتور قال الاهتمام بالمصطلحات بالإنجليش. الفصل الأول هيجي منه سؤال. الفصل الأول فيه إيه؟ أهم المدارس الجغرافية، دور المؤتمرات في الجغرافيا الطبية، دور الرواد الأوائل الذي كان لهم تأثير في ظهور الجغرافيا الطبية، من أول ديمقراط ودور العرب ودور الأطباء. بعد كده ظهور سنو في القرن 19 وتحليل أسباب الكوليرا في لندن. الدكتور قال الاهتمام بالمصطلحات بالإنجليش. تمام؟ الفصل الأول هيجي منه سؤال، يا الحادثة جون مارك الطبيب الفرنسي. تمام، ده حاجة مهمة برضه، بتاع جون مارك الطبيب الفرنسي، ممكن يقول لك تتكلم عنه أو حاجة.
بعد كده الفصل الثاني هو من أهم الفصول، لأن فيه أهم الاتجاهات البحثية التي شملت الجغرافيا الطبية. ثاني حاجة التقسيم. بعد كده المناهج المستخدمة اللي هو البيئي والإقليمي. بعد كده طرق القياس، هيجي منها نمطين أ ب ج. ما هي طرق قياس البيانات الوبائية؟ وممكن يجي سؤال مرتب، يعني ممكن يضم كذا سؤال في سؤال واحد. بعد كده هيجي سؤال هيقول لك قمت بدراسة وضح ما قمت به والنتائج التي خرجت بها، اللي هو قصده على الاستوديو. بعد كده العوامل المؤثرة في الصحة اللي هي بيئة المرض، هيجي منها واحد اللي هي طبيعية وبشرية التلوث. بعد كده جغرافية الأمراض. بعد كده ما هي الوسائل أو الطرق المتبعة لدراسة الأمراض الانتقالية. بعد كده في سؤال هيجي تاني اللي هو تعريف المرض والطرق المستخدمة لانتقال الأمراض المعدية مثل الكوليرا. بعد كده المشكلات المترتبة لدراسة الأمراض. بعد كده أهم حاجة يا ريت الناس كلها تهتم بالمصطلحات اللي باللغة الإنجليزية. نسيب الشعب العامة بقى ونطلع على شعب الخرائط. أول مادة عندنا اللي هي أسس المساحة، أنا مش هتكلم عنها، والمساحة الأرضية أنا مش هتكلم عنها برضه، لأن أنا مش عارف أي حاجة فيهم طبعا، فمش هعرف أتكلم عنها. وطبعا كل شعب الخرائط معايا وموافقين على الكلام اللي أنا بقوله. نسيب المادتين دول كده على جنب كده ونروح على مساقط الخرائط. الدكتور حدد الفصل الأول قال لك من صاد 19 لصاد 28. الفصل الثاني من صاد 35 لصاد 48 مقرر. الفصل الثالث من صاد 53 لصاد 67 مقرر. الفصل الرابع من صاد 71 لصاد 80 مقرر. بعد كده المساقط المخروطية من صاد 127 لصاد 138 مقرر. ومن صاد 173 لصاد 187 مقرر. نسيب مادة المساقط ونروح لمادة تصميم الخرائط. أساسيات الخريطة مقرر، مقياس الرسم مقرر، تصنيف الخرائط مقرر، الأشكال البيانية مقررة، تمثيل التضاريس، خطوط الكونتور وتحليلها. صاد 80 تمثيل خطوط الكونتور والاستخدامات بتاعتها. صاد 124 ل 126 القطاع الطولي والبانورامي. صاد 139 لصاد 167 مقرر. نسيب المادتين دول ونروح على مادة المساحة التكيومترية. الفصل الأول مقرر، الفصل الثاني اللي فيه اللي مقرر وحدات القياس والتدريب والرفع المساحة بالتدريب حتى صاد 54، والمحطة المتكاملة حتى صاد 105. بعد كده الفصل الثالث الرفع المساحة التكيومتري مقرر، وشعارات الاستابيا مقررة. وخلي بالكم من الميزانية اللي الدكتور حسن الشافعي شرحها في السكشن، والقوانين اللي الدكتور شرحتها في آخر محاضرة قبل ما تدينا آخر محاضرة للامتحان. بعد كده نسيب شعبة الخرايط ونطلع على شعبة نظم. معلش بس اعذروني أنا صوتي وجعني لأن أنا عندي برد، فأنا آسف جدا ليكم. نسيب شعبة الخرايط ونطلع على شعبة نظم. تمام، رحنا كده بقى نشوف شعبة نظم. الدكتور عزب في مادة نظام تحديد المواقع قام بتحديد المنهج من خلال الأسئلة اللي بعد كل فصل، والمادة دي برضو مشتركة مع الاستشعار. تمام، يعني في مادة نظام تحديد المواقع الدكتور عزب حدد الأسئلة، وفي أسئلة ورا كل فصل هي دي اللي هيجي منها الامتحان. والدكتورة غادة في مادة مبادئ الاستشعار قالت آخر جزء شرحته من أهم الجزئيات، وحددت المنهج وقالت إن لازم نسلم البحث ولازم رقم الحجز عليه، واللي مش كتبه هيتحرم من 4 درجات. الدكتورة سحر في مادة مبادئ نظم قالت إن الامتحان هيجي من المذكرة والمحاضرات، وهيكون في جزء عملي من خلال اللي شرحته على برنامج الأرض. تمام، بعد كده نسيب شعبة النظم ونطلع على شعبة الاستشعار
مع أول مادة في شعبة الاستشعار. أولا الأسبوع ده كان آخر أسبوع في المحاضرات. أول حاجة مادة جغرافيا الانفجار، الدكتور طارق جه في محاضرة الدكتورة غادة وحدد المقرر. س1 وضح بالشرح علاقة الجغرافيا بالاستشعار عن بعد. ثاني سؤال وضح عدد المجالات الجغرافية التي أسهمت في الاستشعار مع شرح 2 من تلك المجالات. السؤال الثالث تكلم عن الاستشعار عن بعد من حيث المفهوم والعناصر الفيزيائية. السؤال الرابع تكلم عن الطيف الكهرومغناطيسي من حيث التعريف والمكونات. السؤال الخامس وضح بالشرح استخدامات الاستشعار عن بعد. السؤال السادس تكلم عن الأقمار الصناعية من حيث تعريفها وأنواعها ومداراتها. السؤال السابع وضح بالشرح الصور الجوية من حيث المفهوم والأنواع والأهمية والخصائص. السؤال الثامن من خلال دراستك لبرنامج ال وضح كيف يمكن عمل الآتي: ألف قطاع غير منتظم، كيفية إضافة الطول الموجي لكل بند في المرئية الفضائية. سؤال رقم 9 تكلم عن المصطلحات الجغرافية الآتية: UTM ETM ETM بلس والبروجيكشن. تكلم عن المصطلحات الجغرافية الآتية: UTM ETM ETM بلس والبروجيكشن. في مادة الدكتورة غادة اللي هي مشتركة مع برضه مع نظم، قالت الأسئلة المهمة اللي هي تعريف الاستشعار عن بعد، آلية الاستشعار، وطرق تحسين البيانات وصور الأقمار الصناعية، المراحل الرئيسية للعملية والاستشعارية، الطيف الكهرومغناطيسي والمجال البرقي والمجال تحت الحمراء، أنواع وخصائص الصور الفضائية تحسن الصور الجوية، تفسير الصور الفضائية، تطبيقات الاستشعار عن بعد. بعد كده مادة الدكتورة صحة اللي هي مادة نظم ومادة صحاري، الاثنين ليهم مذكرات تمام في مكتبة المنى، كل الناس تجيبهم لأن بالإضافة للمذكرة دي في برضه محاضرات هيجي منها الامتحان. مادتين الدكتور محمد عزم شرح باقي المقرر وقال ركزوا على الأسئلة اللي في آخر كل فصل. وبكده نكون خلصنا الحمد لله أخبار اللي معانا في قسم جغرافيا. نروح بقى لأخبار تاني قسم معانا اللي هو إيه يا أحمد؟ أخبار تاني قسم معانا علم نفس. نروح بقى لأخبار علم نفس. الفرقة الأولى في علم نفس مادة اللغة العربية تم مراجعة المنهج وما سبق شرحه من بداية المحاضرات. في محاضرة الإنجليش تم تحديد المنهج وهو النص الأول اللي هو اسمه The Arab Revolt، النص الثاني اللي هو اسمه ماتس، النص الرابع اللي هو اسمه The Internet in the Arab World، النص السابع اللي هو اسمه Nurse Education، النص التاسع اللي هو اسمه شرط. بعد كده في مادة تاريخ علم النفس آخر محاضرة تم شرح فيها المدرسة السلوكية وكان في امتحان. بعد كده مادة مشكلات نفسية تم شرح الفصل الرابع اللي هو اسمه الفرار إلى الاختراق. وفي الامتحان يا ريت الطالب يكتب 3 صفح ما لا يقل عن 3 صفح البحث اللي قدمه. في مادة علم النفس العام تم تسليم الشيت وتحديد المنهج ويتلخص فيما يلي. السؤال الأول عرف الانفصال وعناصره وفوائده ومظاهره. السؤال الثاني مناهج علم النفس وهما التجريبي، التأهل الباطني، الإكلينيكي. السؤال الثالث فروع علم النفس وهما علم النفس العام، الإكلينيكي، المعرفي، الفسيولوجي، المرض التربوي، الحرب، الصناعي، الهندسي، الشخصية، الجنائي، التوجيه والإرشاد والفارق والاجتماعي. السؤال اللي بعد كده أهداف علم النفس وخصائصه.
السؤال اللي بعد كده عرف الفروق الفردية وعوامل نشأتها وأبعادها وأهميتها وأنواعها وخصائصها. السؤال اللي بعد كده الدوافع وأهميتها وأنواعها وخصائصها. السؤال اللي بعد كده خصائص وصفات الشخص الذكي. السؤال اللي بعد كده كيف نعلم أطفالنا الإقلاع عن الخوف. السؤال اللي بعد كده ما هو أثر الانفعال على الصحة. السؤال اللي بعد كده كيف نتغلب عن الغضب. كده خلصنا الفرقة الأولى، نروح على الفرقة الثانية بسرعة. في مادة علم النفس المقارن. مادة علم النفس المقارن المقرر فيه الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. مادة الفسيولوجي المقرر فيها الفصل الأول والثاني والرابع والسادس والثامن. بعد كده مادة الدكتورة فاتن المقرر فيها الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. نطلع فاصل ونرجع في باقي الأخبار في الأقسام مع أحمد محلاوي ومحمد عز في برنامج صوت الجامعة. استنوا. راديو شباب مصر في برنامجكم صوت الجامعة، ونكمل أسئلتنا ونكمل بقى أخبارنا اللي هي مع أحمد المحلاوي اللي هي هتكون في القسم إيه يا أحمد اللي أنت هتقوله؟ قسم تاريخ فرقة أولى. طب يلا يا أحمد. بسم الله. فرقة أولى تاريخ دكتورة زينب الملغي. الفصل السادس ما عدا الجامعات والفصل السابع كامل. دكتور عز مش لاغت حاجة وخلصت شرح. دكتور بسيوني الامتحان في الأشياء التي تم شرحها، وهي القانون والميثاق الأخلاقي، المواطنة، كيف تكون مواطن ناجح، حقوق وواجبات الطلاب. دكتور إبراهيم الملغي من صفحة 1 لصفحة 126 قراءة فقط. دكتور عبد الرحمن بشير حذف من صفحة 106 لآخر الكتاب، والمقرر من 100 والمقرر من صفحة 1 ل 126. دكتور هليل أهم المواضيع بتاعته اللي قالها موضوع 2 و5 و8 والملغي السابع. خش على الفرقة الثانية تاريخ. دكتورة سامية لغت الفصل العاشر. دكتور عبد الرحمن لسه المحاضرات مستمرة، إن شاء الله هتبقى آخر الأسبوع الجاي اللي هو هيبدأ من بكرة. دكتور محمد عثمان خلص شرح والمنهج كله مكرر. دكتور أميرة لغت الفصل الأول. دكتور رشوان لغى الفصل الخامس والسابع والثامن. نخش على الفرقة الثالثة تاريخ فرعوني من أول الأسرة 18 لأنها بدأ من عندها لحد 169 اللي هي عند الجالية اليهودية في مصر. وطبعا نظام الامتحان هيبقى 3 أسئلة اختاروا منهم سؤالين، وكل سؤال فيه ألف وب وج. بعد كده العصر البطلمي من أول بطليموس الثالث لحد بطليموس الخامس، والخمس بطليموسات هتلاقوهم في الكتاب، دوروا عليهم وهتلاقوهم. ونظام الامتحان بتاع العصر بتاع مادة العصر البطلمي نفس نظام الامتحان بتاع تاريخ فرعون، هيبقى 3 أسئلة اختار منهم 2، وكل سؤال فيه ألف وب وج. تاريخ مصر الإسلام أول 4 فصول مكررين لحد حضارة مصر في العصر الإخشيدي. وطبعا الفصل الخامس مكانه البحث. الفصل الخامس الدكتورة لغته وحطت مكانه البحث، يعني الفصل الخامس ملغي وهتحل وتجيبوا مكانه البحث اللي الدكتورة قالت عليه. والسادس مش مقرر. ومكتبة الإسكندرية وحريها ودور مصر في الصراع بين الأمين والمأمون وموقف مصر من مسألة خلق القرآن، ده كله قراءة فقط ومش جاي في الامتحان. جغرافيا سياسية أول 6 فصول والسابع
محذوف. تاريخ الدولة البيزنطية من صفحة 58 إلى 174، ومن صفحة 182 إلى صفحة 200. عرب حديث من صفحة 11 لصفحة 67. نظريات ونظم سياسية، الكتاب كله مكرر، والدكتور كرر برضه وقال نظام الأسئلة شاملة المنهج كله، يعني المنهج كله مكرر. بعد كده ندخل على انت تخت ولا ايه يا احمد ولا في ايه؟ مواضيع كتير. اخر السنه بقى وكده يا احمد، طبعا عارفين ان احنا اخر السنه وكل دكتور بقى حدد الاسئله بتاعته، واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نلم كم اسئله كبيره. ايه يا احمد، وصلت اللي انت عايز توصل له ولا لسه؟ وصلنا. طيب دخلنا فرقة أولى عربي. الدكتور عثمان قال الحاجات المهمة اللي جاية في الامتحان إن شاء الله: كلمة الآداب، ومصادر الشعر الجاهلي، ونهج القصيدة الجاهلي، والخمسات. دي الأسئلة المهمة إن شاء الله. الدكتورة أميرة حددت المهم، هتحدد المهم يوم الأحد، وفي امتحان يوم الأحد ولازم الكل يحضر الامتحان. دي فرقة أولى عربي. دكتور مصطفى تعليل مسمى كتاب الله القرآن الكريم، صفحة 11. مشكلة نزول القرآن منجم، صفحة 16 إلى نهاية الفقرة الثانية، صفحة 17. أسباب نزول القرآن من صفحة 20 لصفحة 21. المعايير التي يتوسل بها العلماء لتقرير سبب نزول موضوع قرآني، من صفحة 22 إلى صفحة 24. هتختار موضوع تطبق عليه. والخامس والسابع والثامن والتاسع. علم المكي والمدني من صفحة 42. علم الناسخ والمنسوخ صفحة 45. علم المحكم والمتشابه صفحة 50 ل 53. دواعي نسخ المصحف من صفحة 89 إلى صفحة 93. وصور في القرآن من الإمام من صفحة 101 ل 104. ومشكلة البسملة من صفحة 122 ل 125. والبراءة والبسملة من صفحة 125 ل 130. والموضوع الأول من اللحن المزعوم من صفحة 142 لصفحة 148. وكلمة أبنائكم من كذبة الحجاج على كتاب الله من صفحة 178 إلى 181. مفهوم الخلافة في مواجهة العصر من صفحة 211 إلى 216. دور إبليس في صنع الخطيئة من صفحة 217 إلى 224. الدكتور وحيد موقف الإسلام من الشعر، قصيدة البردة، شعر صحيح، الغزل العذري، الغزل الصريح، مصرع الحسين. الفصل الأول هتلخصه في صفحة واحدة وهتكتبه في الامتحان على شكل مقدمة، والنحو كله مكرر. الدكتور محمد الكتاب كله مكرر ما عدا الفصل الرابع. الدكتور حمدي الكتاب كله ما عدا المبحث الثاني والثالث والفصل الثاني. الفرقة الثالثة آداب مصر الإسلامية، ركن الدين بيبرس، ابن إياس، الشيخ جمال أبو الحسين الجزار. الدكتور ظريف قال الفصل الأول والفصل الثاني مكرر. الدكتور محمد عيد نظرية المحاكمة، التطبيق بنظرية النبوية، التطبيق بنظرية محمد عثمان. الشعر العباسي كله الفصول مكررة ما عدا الفصل الأول. مناهج البحث اللغوي 1، الفصل الأول والثالث والرابع والخامس والسادس مكرر، والفصل الثاني والسابع محذوف.
معنا آخر فرقة هي الفرقة الرابعة. الدكتور مسلماني في النقد من صفحة 5 لصفحة 68، ووقف في صفحة 76 للمقالة الأولى و7 و8 ومقال ميشيل أيوب. الأدب المقارن من صفحة 3 لصفحة 166. العبري من صفحة 19 من السطر السادس إلى السطر الثامن. من صفحة 23 رقم 4، صفحة 24 و25 رقم 4 و6. قراءة من صفحة 103 إلى 114. صفحة 152 أول 3 سطور، آخر كلمة في السطر الثالث محذوف، ترجمتهم موجودة في صفحة 177 في تكوين الإصحاح الأول رقم 1 و2 و3. صفحة 162 الفقرة الثانية أول 4 سطور لحد كلمة الرابعة في السطر الرابع، ترجمتهم في صفحة 177. صفحة تكوين الإصحاح صفحة 22 وتحليل الكلمات صفحة 180 و181 و182. وبكده نكون خلصنا تاريخ وعربي. ومعانا أول تليفون من مراسلتنا جهاد في قسم إنجليش، ونقول ألو. ألو، مساء الخير يا ريان. وفينا بكل أخبار قسم إنجليش عندك. بس علي صوتك بس يا ريان، علي صوتك. ايوه حاضر. يوم السبت اللي فات في رؤون انجليزي كان في محاضرة احمد صلاح ودكتورة نجلاء شرحت الدرس الجديد. اما دكتورة امل دخلت من الصفحات المهمة في الامتحان واللي هتذاكر وتسمع كلمات اللي هي اول واحدة دراما وكاركتر وتراجيدي وبلوت وكوميدي وسيتنج وثيم وكونفليكت. وجبنا الصف اللي هنحفظه صفحة 23 وصفحة 19 و20 و21. في صفحة كمان صفحة 78 و 79 اسم مان اللي هي الجوست وقصيدة جون ميلتون صفحة 149. أما دكتور عبد الحليم اللي أنا كنت مذاكرها إن شاء الله moral for any age green banana room to learn more remembering the body clock وصفحة 38 و 39 ودرس من 45 ل 54. الدرس من صفحة في درس كمان من صفحة 91 لصفحة 103 ومن صفحة 146 لآخر الدرس برضه صفحة 159 169. أما دكتور رضا أقرأ الكتاب إن شاء الله لحد صفحة 64. كمان كان في المحاضرة اللي فاتت من الأربعاء كان معلق على السبورة شكل الامتحان إن شاء الله اللي هو هيبقى عليه. أما دكتور محمود عبد الحفيظ بتاع اللغة العربية فهو إن شاء الله هيكتب الامتحان سؤال تكليف وسؤالين هنختار منهم واحد، بس هو قال مش هنذاكر الكتاب كله إن شاء الله. فرقة تانية إنجليزي دكتورة جيهان هنحفظ كل 8 مقالات والكلمات بتاعتهم والترجمة هنذاكر النصوص في الكتاب والشعر 8 قصائد اللي عندي. شكرا جدا يا ريان، خلصت كده كل الأخبار اللي عندك؟ شكرا جدا ليكي. تم الإعداد وصلت مين يا ريان؟ تم الإعداد وصلت رامي. شكرا جدا ليكي يا ريان. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. صوت الجامعة مع محمد عز يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر لكل مصر. ورجعنا لكم تاني من فاصل، ومعنا آخر اتصال تليفوني من قسم الاجتماع، ونقول ألو. مساء الخير أسماء، قولي لنا كده وفينا بآخر أخبار عندك في قسم الاجتماع. في الفرقة الأولى الدكتور حمدي طلبة المنهج كامل مقرر وفي امتحان إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 9 زي مدرج تاني. والدكتور عاطف زعتر الفصل الأول والثاني والثالث مقرر والفصل الرابع ده منهج. وقال إن الاتجاهات تغيير الاتجاهات في الفصل الثالث ده مهم جدا وإن شاء الله جاي في الامتحان. والدكتور حمدي حساسين
من صفحة 9 ل 32 ومن صفحة 43 ل 47 ومن صفحة 77 ل 125 والدكتور منال المقرر الفصلين الأوائل والثالث ملغي والدكتور عبد الوهاب المقرر الفصل السابع والثامن وفي ملغي من صفحة 197 ل 192 والفصل التاسع وقال اللي عايز يفهم تكون صفحة 86 والدكتور حسن حماد المقرر صفحة 83 لصفحة 268 وفيهم ملغي من صفحة 193 ل 219 والامتحان هيكون فيه اختياري هختار بين سؤالين وسؤال البحث اكتب مقال فلسفي في أحد المشكلات التي قمت بدراستها في المادة والدكتور غريب بعلم الاجتماع الفصل الأخير ملغي والفصل الخامس ده مهم جدا والامتحان سؤالين إجابة. كانت معكم مرتكم أسماء خالد من قسم الاجتماع. شكرا أسماء. نطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا بقى، نشوف بقى جو الامتحانات بقى ونعيش يا عم أحمد. تمام؟ وكأنك أنت هتبقى قاعد معانا في اللجنة بإذن الله. ماشي يا عم أحمد؟ ماشي يا محمد. نطلع فاصل مع أغنية اوعدوني لحمزة نمرة. استنونا بعد الفاصل. موزع عليكم ورقة الإجابة. أنت يا ابني اللي واقف هناك يلا اقعد. أي حد هشوفه يبص جنبه أو يبص حواليه أو بيحاول يفكر يغش هسحب منه ورقة الإجابة وهمضيه انصراف. يا لهوي على التوتر اللي أنا فيه. يا رب بقى يكرمني وأحل كل حاجة وأمشي. المراقب ده شكله هيسوحنا النهاردة وإيه؟ هيعمل معانا الجلاشة. الامتحان يا محمد هتكون إن شاء الله في كلية حاسبات ومعلومات بنفس النظام اللي احنا لسه حاكينه ده دلوقتي. يعني كل طالب سمع النقطة دي مني ومنك هيكون دوت سيناريو الامتحانات. يلا كل واحد يقعد مكانه. هنوزع عليكم ورقة الإجابة. أنت يا ابني اللي واقف هناك ما تقعد يلا يا ابني عشان تاخد الورقة وتمتحن. أي حد هشوفه بص جنبه أو حواليه أو شيطان وبيفكر يوزه إن هو يغش هسحب منه الورقة وهمضيه انصراف وأعمل له محضر. يا لهوي على التوتر اللي أنا فيه. أنا عايز أخلص النهاردة من الامتحان ده. أنا مش عارف أي حاجة في أول مادة دي. ربنا يكرمني وأمشي من وش المراقب ده، عشان المراقب ده شكله هيسوحنا النهاردة وهنعمل محاضرة غش كتير. ده بقى هيكون سيناريو إن شاء الله أول يوم في الامتحانات بالنسبة للطلبة في فرقة أولى. اللي حصل ده هو ده اللي هتسمعوه. ما تخافوش، ثقوا في نفسكم، خلوا عندكم ثقة. أي حد هيعمل حاجة زي اللي احنا لسه قايلينها دي فعلا هو ده اللي بيحصل. بس خليك واثق من نفسك، واثق في إجابتك، واثق في مذاكرتك. ولا إيه يا محمد؟ صح يا أحمد. أنا هقول بقى الإيه النظام اللي الناس هتمشي عليه إن شاء الله وهي داخلة الامتحان. أول حاجة أنت مثلا لو امتحانك الساعة 9 تكون موجود هناك من الساعة 8:30، ولو من 8 يبقى أحسن. اصحى بدري، صلي الفجر، امسك المنهج كله، حاول إنك أنت تتابعه. حاول إنك أنت ما تكونش متوتر، لأنك لو أنت توترت يا أحمد هتخش الامتحان مش هتحل أي حاجة. فلازم تكون مش متوتر، لازم تكون واثق من نفسك، عارف إن شاء الله إن ربنا هيكرمك لأنك فعلا ذاكرت. أو ما ذاكرتش أكيد ذاكرت قبل الامتحان، لأن كلنا يا أحمد نيجي قبل الامتحان فترة الامتحان دي نقفل على نفسنا عشان ربنا يكرمنا ونعدي. هنقول يا أحمد دلوقتي أنا دخلت لجنة الامتحان. طبعا كلكم ناس كتير عارفة نظام الامتحانات الزراعة. نظام الامتحانات الزراعة هي عبارة عن قاعة كبيرة للفرقة الأولى اللي مش عارفة، عبارة عن قاعة كبيرة مليانة ديسكات. تمام؟ كل ديسك ليه كورس الخاص بيه، كل لجنة عبارة عن ديسكات ورا بعضها. ويا محمد مش هنغش، كله بالحب.
ومش نتكلم تاني، كله بالحب. ولا ايه يا اخي؟ مش كله بالحب؟ الحب، بس حب عن حب بيفرق. يعني ما يكونش المراقب واقف قدامك او واقف وراك تقول عايز اغش ولا ايه؟ اه طبعا، مش الدكتور يبقى واقف وراك وانت بتطلع البرشام قدامه وتغش، يعني اكيد هياخد منك البرشام ويروح مدبسه ورقه الاجابه، ويبقى كده شكله شيك جميل كده، ويروح عامل لك محضر غش محترم، وتحرم من الماده وتمشي وتشيلها. لكن احنا هنقول ان شاء الله هتعملوا ايه. بصوا يا جماعه، 1 2 3 كده نبدا. هتخش ان شاء الله الامتحان، تقعد على الديسك بتاعك، ما تفكرش انك انت تغش، حاول انك انت تحل من نفسك، حاول انك انت تحل من نفسك. تمام؟ انا دلوقتي مسكت ورقه الاجابه، طبعا هيكون في دوشه حواليك كتير، ما تحاولش انك انت تبص حواليك او تركز مع اي حاجه غير ورقه اجابتك. انت معاك ساعتين، الساعتين دول بيصفصفوا على ساعه واحده، الساعتين بيصفصفوا على ساعه واحده، لان في نص ساعه بتمضي حضور، ونص ساعه ورق الاجابه بتوزع، ونص ساعه ورق الاسئله بتوزع. مش هتعرف تركز. انت مسكت ورقه دلوقتي جالك ورقه الاجابه، هتقعد تستهدى بالله، وبعد كده تمسك ورقه الاجابه، تكتب رقم جلوسك اول حاجه، بعد كده الاسم، بعد كده الفرقه، بعد الفرقه بتكتب العام الدراسي، وبعد كده بتكتب الكليه بقى والقسم. بعد كده بتمسك ورقه الاجابه، تقعد تسطر فيها يا معلم عقبال ما يجيلك ورقه الاسئله بتاعتك. اهم حاجه النظر. بعد كده هتمسك ورقه الاجابه، هيجيلك ورقه الاسئله. لو انت لسه مخلصتش تسطير، حط ورقه الاسئله على وشها، تمام؟ ما تشوفش الاسئله اللي فيها. بعد كده كمل تسطير، بعد كده امسك الاسئله وقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا كده بالاسئله، عارف السؤال الاول الثاني الثالث الرابع. انا عرفت الاول ومش عارف الثالث، لا، امسك الاول حله بالترتيب، اكتب كده إجابة السؤال الأول في يمين الصفحة وتحتها خطين، وبعد كده ابدأ حل السؤال الأول. في خريطة، في رسمة، ارسم. في أي حاجة ارسم. حاول إنك أنت تبين للدكتور إنك أنت طالب مجتهد وشاطر. طيب يا محمد، أنا جبت، أنا ذاكرت ودخلت الامتحان اتوترت مش عارف أحل أي حاجة. حاول إنك أنت تقعد مع نفسك كده لمدة 5 دقايق في الامتحان، مغمض عينك وما تبصش لحد خالص، هتلاقي ربنا ألهمك وجاب لك كل حاجة في دماغك، لأنك أنت فعلا تعبت وذاكرت وأبذلت مجهود. بعد كده هتمسك ورقة الأسئلة آسف، هتمسك ورقة الأسئلة وتسطر، وبعد كده تكتب إجابة السؤال الأول، تبدأ تحل في السؤال الأول. بعد كده تيجي تقول إجابة السؤال الثاني. مثلا أنا عرفت إجابة السؤال الثالث قبل الثاني، عادي اكتب برضه إجابة السؤال الثالث. مفيش بقى في الامتحان انظر صاد 15 وانظر خلف الورقة وانظر تحت الورقة، لا، حاول انك انت تجمع إجابة السؤال كله ورا بعض، عشان الدكتور مش هيقعد يدور وراه. الدكتور، في دكتور قال لنا في محاضرة الورقة بتاعتك دي ما تاخدش مني أكتر من 5 دقايق. الورقة بتاعتك 5 دقايق تبقى خلصانة يا أحمد. يعني شوف الدكتور بيجي له ورق أكتر من 500 واحد، غير طبعا بقية الفرق، لأن الدكتور مش بيبقى واخد فرقة واحدة، لا ده بيبقى واخد فرق كتير ومواد كتير. فقال لنا المادة الورقة بتاعتك دي ما بتجيش إلا 5 دقايق بس. وحاول انك انت تدي انطباع كويس للدكتور اللي قدامك انك انت فعلا حل كويس، حتى لو انت كاتب غلط، بس انطباع ان هو خد انطباع وراحه نفسيه للورقه، هيعلمها لك براحه نفسيه، هيريحك في الدرجات. دلوقتي انا خلصت الامتحان، اقعد اعمل ايه بقى يا عم احمد؟ انت برضه خلصت الامتحان، هعمل ايه دلوقتي؟ تقعد بقى تشوف حبايبك عايزين حاجة، محتاجة. بس انت يا محمد مش محتاج قفال النهاردة، محتاج وش بكرة. ايوه يا احمد فعلا. يعني انا مثلا قاعد ورا احمد في اللجنه، احمد محتاج حاجه اديله، لان احمد بكره هيكون معاه حاجه انا مش عارف. بس طبعا مش تدي احمد وتضر لنفسك، لا، بعد ما تكون حاجه كل حاجه ومخلص وقتك ادي احمد
مثلا الدنيا رايقه كده، احنا مش بنعمل دعوه للغش يا جماعه، احنا مش في برنامجنا بنعمل دعوه للغش. تمام؟ لازم الناس كلها تذاكر، لازم الناس تبذل مجهود عشان ربنا يكرمها، ده اهم حاجه. الحاجات اللي احنا بنقولها دي مش تعتمد عليها، دي بعد ما تخلص حاجتك كلها، بعد ما تخلص الأسئلة بالإجابات بكله. يعني الجزئية اللي احنا بنحكي فيها دي آخر ربع ساعة، مثلا واقف لك نقطة في سؤال، ناقص لك عايز كلمة عشان تكمل، عايز جملة، عايز حاجات معينة، مش عايز الامتحان كله. السبيل هو ولا مال سايب انت بتاخد منه ولا يا محمد؟ طبعا يا احمد، انا مش هفتح لك ورقتي تنقل منها ويروح جاي مراقب كده شطور واخد ورقتي وورقتك وعامل لهم محضر غش وتطابق. طب ما انا كده ايه يعني؟ مش عشان خاطر الصحوبيه اللي بينا تعمل لي محضر غش يعني؟ انا مش رجوله للدرجه، مش هضيع مثلا مستقبلي عشان خاطر حضرتك او ان انا ابان راجل قدامك. لا، انا راجل قدامك وانت صاحبي، بس انت كصاحبي مش هترضى لي اي شر او اي ضرر. انا بنصحك وبديك اللي انا عارفه، بس انت اكيد مش هتقدر اي ضرر. صح يا احمد؟ صح يا محمد. وبكده نبقى علمنا الطلبة فرقة أولى إزاي إن هي تتعامل مع الورق. دلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم في آخر فقرة معانا، وهتبقى معانا اتصال تليفوني، وهو هيبقى حلو ووحش. حلو للي عايز يخش، ووحش للي مش عايز يخش. بس قبل الاتصال التليفوني ده هيبقى معانا فقرة استفسارات واتصالات من السادة المستمعين. في ناس اتصلت بينا ان شاء الله هتخش معانا بعد الفاصل الجاي ده، يا ريت تستنونا، لاننا احنا ممكن ناخد كمان نص ساعة من الوقت الجاي. تمام؟ علشان خاطر النهارده اخر حلقة، معلش استحملونا شوية. يا ريت بقى اي حد عنده سؤال استفسار عايز يتكلم في اي حاجة، نفسه في اي حاجة يقولها، استنونا على الرقم ده واتصلوا بينا 012 70 97 63 26 012 70 97 63 26. استنونا على إذاعة راديو شباب مصر في برنامج صوت الجامعة بعد الفاصل ده. على راديو شباب مصر. راديو شباب مصر. ورجعنا لكم تاني من الفاصل. تمام، ودلوقتي احنا في فقرة الاتصالات والاستفسارات على رقم البرنامج طبعا، ومعانا أول اتصال تليفوني نقول ألو. الو، مساء الخير، مساء النور. مين معانا؟ انا دعاء. أهلا وسهلا دعاء. إيه رأيك في برنامجنا دعاء؟ جامد جدا. جامد جدا يعني؟ انا بتابعه على طول. انت قاعدة تقول ازاي دعاء؟ ده لسه أول حلقة كانت لسه يوم الجمعة اللي فاتت. ما هي دي اول حلقه وثاني حلقه، وهفضل اتابعك على طول برضه يعني. ربنا يخليك يا دعاء، احنا بنوجه لك الشكر طبعا يا أحمد. تسلم يا رب. تمام. ايه يا دعاء، كنت اتصلت بينا في حاجة عايزة تتكلمي فيها؟ في حاجتين مش حاجه واحده. اتفضل. هي المشكله الاولانيه بتتكلم عن المذاكره نفسها. حلو الكلام، احنا اتكلمنا في أول حلقة عن مشكلة المذاكرة دي. تمام. عايزاك تركز تاني بقى عليها. خلاص تمام، أنا هجاوبك دلوقتي حالا. المذاكرة عموما يا دعاء، إنك أنت هتذاكر إزاي؟ أول حاجة إنك أنت تكون حاطة لنفس الجدول. تمام؟ تمام. أهم حاجة تكون حاطة لنفس الجدول، إن أنا النهاردة مثلا هاخد الفصل الأول في كذا، لازم أخلص الفصل الأول في النهاردة. تمام؟ مش ينفع يعدي النهاردة من غير ما أخلص الفصل الأول. تمام؟ بس أنت تكون حاطة، جدول لنفس الجدول، ده أهم حاجة. بالإضافة بالإضافة بقى يا دعاء إن أنت تكوني زي ما إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت، إن أنت تجيبي المحاضرة والكتاب. دي معادلة إحنا قلناها المرة اللي فاتت، إن أنت تجيبي المحاضرة والكتاب
وتحط الاتنين جنب بعض، بس تعرفي تطلعي النتيجة في الآخر. يعني مش يبقى معاك المحاضرات ومعاك الكتاب وفي الآخر مش عارفة تعملي حاجة، ولا عارفة تذاكري من الكتاب ولا عارفة تذاكري من المحاضرات. لازم تعرفي تطلعي النتيجة بين الاثنين، من المحاضرة ومن الكتاب. ايه رايك في الكلام ده؟ ممكن انت عندك وجهه اعتراض برضه، تعالى نسمع رايك. لا هو كلامك حلو، المشكلة التانية تخص المحاضرات بس. تمام. طب ايه ما تحضريش مثلا؟ لا بعتقد بس بيكون في تشويق جامد جدا في المحاضرة من الطلبة وكلامهم كتير يعني التركيز كله بيروح. انت لو دخلت المحاضرة كأنك ما دخلتهاش أصلا. اكيد طبعا. دي مشكله من زمان قوي، ان طبعا اخر البنشات هي اللي بيبقى فيها الموضوع ده. بس ما تقعدي في الاول يا دعاء، تعالي بدري واقعدي في الاول. وأحيانا بقى الظروف بتخليني أقعد ورا. خلاص مفيش اي مشكله، بس انت تقدري انك انت تجيبي المقالات طبعا من اي واحده من زمايلك. اكيد. تمام. تمام. هو زي ما احمد قال لك، هات المحاضره وهات الكتاب، وحاولي انك انت توفقي بين الاثنين عشان تطلعي مثلا خلاصه ذاكري منها. تمام. ده كده اول موضوع، كده خلصنا اول موضوع اللي هو المذاكره. في اي حاجه تانية غير المذاكره؟ لا تمام كده. في مشكله تانية؟ انت قلت انا عندي مشكلتين، انا لسه فاكر على فكره. الكلمة الأولى كانت المذاكرة والمشكلة الثانية كانت في المحاضرات. المحاضرات، يعني الكلام اللي في المحاضرات. اه. ماشي. طب كويس. المشكله دي احنا هنعرضها ان شاء الله على اتحاد الطلبه. تمام. وان شاء الله هنشوف يعني برضو رايهم في المشكله دي ايه، هيعرفوا يحلوها ازاي. هيعرفوا ان هم يوقفوا مثلا امن على باب المدرج، اللي هو مثلا يشوف كابينات الطلبه. اصل في ناس ساعات من بره اداب بيجي يحضروا في اداب. اه فعلا احنا عندنا ولاد كتير وبنات كتير شغل في آداب وجايين يشربوا وخلاص. فعلا. وكمان في ولاد وبنات بيقعدوا ورا في اخر بنش يشغلوا اغاني ويشربوا سجاير. وعايزين حياتهم. ايوه. أكيد في ناس عايزة في المدرج. صح، عندك حق. خلاص انا ان شاء الله هيكون معانا رئيس الاتحاد، هيخش معانا في مداخله تليفونيه، هنعرض عليه الكلام اللي انت قلتيه ده. تمام. بس اهم حاجه تقومي تذاكري، وذاكري يعني اهم حاجه. لو تحطي نفس الجدول بقى، ده امتحانك خلاص قربت، ولا ايه؟ يوم السبت بعد اللي جاي. يوم السبت اللي بعد الجاي. وهتمتحني فين؟ ايه؟ هتمتحني فين؟ عندها حضرتك معلومات وزراعة. هتمتحني لوحدك ولا هتمتحني مين دي؟ شفتها في الجدول. طب عارفه المكان ولا ايه؟ لا هو أنا معرفوش. طيب هتروحي. معرفه إن شاء الله. طيب احنا هنقول برضو المكان ازاي انت تروحيه ازاي انك انت تركبي وتروحيه يعني. تمام. ان شاء الله هنقول دلوقتي ازاي انك انت تركبي وتروحي الزراعه. طب كويس أوي. خلاص تمام. تمام. في اي حاجه تانية؟ ربنا يخليك. يلا. يلا ربنا يوفقك بقى. يا رب. شكرا جدا لك على الاتصال. مع الف سلامه. وادي كان معانا أول اتصال، وهنقول ماشي. هنقول دلوقتي مكان الامتحانات. مكان الامتحانات طبعا هما طلعونا كلية زراعة حاسبات ومعلومات، طلعونا نمتحن في كلية حاسبات ومعلومات عن الزراعة، لأن المكان والعدد بقى كتير في كلية الآداب، عشان يقدروا يسيطروا على كل العدد دوت. فكان لازم يجيبوا مكان واسع، وما كانش فيه أو ما لقوش بمعنى أصح غير كلية حاسبات ومعلومات اللي عند الزراعة، علشان يلموا فيها أكبر عدد من الدفعة. يعني مثلا دفعة آداب بدل ما كانت تمتحن في المدرجات وفي القاعات، فدلوقتي عملوا يمتحنوا في قاعة واحدة ضم مثلا 3 مدرجات، كل واحد بيقعد على ديسك وكرسي، وبعد كده وهكذا يكون كلهم ورا بعضهم. وجالنا دلوقتي اتصال تليفوني نقول الو. عليكم السلام. برنامج صوت الجامعة؟
يا فندم. تعرف حضرتك؟ انا اسمي محمد، ممكن اعمل مداخله مع حضرتك؟ اتفضل يا باشا، انت على الهوا. بس بعيد عن الموضوع بتاعك، يعني انا عايز اقدم رساله بس للبرنامج ده. اتفضل يا باشا، تحت امرك. انا دلوقتي بحب واحده عندكم في كليه اداب، وانا نعم. خلاص اهو. تمام. عايز اقول لها حاجه بس من البرنامج عندكم يعني. اتفضل. بس يا رب صوتك يوصل لها وهي تكون تسمعنا دلوقتي. اكيد هي بتسمعكم دلوقتي. اتفضل يا باشا. قطع الاتصال. هي دي اللي معلش. احنا مش عارفين والله نقول ايه. معلش، بس هو ممكن يكون كان عايز يقفل الخط في وشها فعلا. هو كان يعني ممكن يكون هو كان عايز يقفل الخط في وشها فعلا. طب نطلع فاصل ونرجع بقى مع آخر فقرة معانا. تمام. مع رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة الزقازيق طارق خالد، هيكون معانا إن شاء الله في آخر فقرة في برنامجنا. شكرا جدا ليكم. استنونا بعد الأغنية دي بقى. يلا نطلع بينا لآخر أغنية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك مين معانا؟ احمد مع حضرتك. اتفضل يا باشا. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله، انا مستمتع جدا بصراحه بالحلقه بتاعتكم، يعني ومبسوط وزعلان في نفس الوقت. طيب مبسوط؟ ماشي. زعلان ليه؟ هو انا مبسوط ان انا بسمعكم دلوقتي بصراحه، وانا مستمتع بالحلقه بتاعتكم، وزعلان جدا لان الحلقه بتاعتكم ده تبقى اخر حلقه، يعني حاجه بجد انا افتقدكم الفتره دي كلها. طب والله احنا مش بايدينا بقى، روح كلم رئيس الجامعة اللي في المستشفى. احنا مش بايدينا والله، احنا نفسنا نبقى معاكم دايما على طول كده يا رب. وربنا يكرمنا ويسعدنا ويسعدكم كمان ويفرحنا ووفقنا في الامتحانات ويفرحكم. إن شاء الله. وادعوا لنا بس الأول في الامتحانات، وبعد كده نرجع إن شاء الله نكمل ونبقى أقوى من كده كمان. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم، بس في امتحاناتكم ومستقبلكم ان شاء الله كده من احسن لاحسن، وغير منتظرين جديدكم يعني. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. طب في أي مشكلة بتواجهك في الجامعة؟ أي حاجة مفرحاك في الجامعة؟ أي حاجة بتواجهك يعني؟ هو انا يعني بصراحه هي مش مشكله، بس انا كنت عايز استغل يعني ارضيه المستمعين اللي هم بيسمعوكم وجماهيريتكم اللي انتم حقيقة في كليه اداب خصوصا، ويعني محتاج ان انا اقول كلمه لحد كده عندكم في اداب برضه ان انا هو بيسمعكم دلوقتي. برضه هو هيكون نفس الرسالة اللي كان بيوجهها محمد اللي كان قبليك على طول. والله واضح فعلا يعني الناس هتبتدي تستغل شعبيتكم دي في ان هي توصل للناس اللي هي مش قادره توصل لها، يعني فيس تو فيس او الكلام ده في وشهم. طب بس محمد اللي فات ما قالش رسالة. وجه رسالة صامتة. هو اعتقد يعني انا اعتقد ان انا مش هبقى زي استاذ محمد، يعني اكيد استاذ محمد كان يعني اختار اسلم حل ان هو يقفل السكه بصراحه. طب اتفضل وجه رسالة. اولا الحد اللي انا بعت له الرساله دي انا متاكد ان هو بيسمعكم دلوقتي، واكيد هو لما هيسمع صوت هيعرفنا منين. هو سنه ثانيه عندكم في الكليه في علم نفس. عايز اقول له انك يعني عمرك ما هتلاقي حد يهتم بيك ويحبك قد ما انا حبيتك، ولا عمرك هتلاقي حد هيقدم لك كل التضحيات اللي انا قدمتها لك علشان نكون مع بعض، وعمرك ما هتلاقي حد يخلص لك زي ما انا اخلصت لك. لكن انت اللي اخترت الطريق ده، وربنا يوفقك في اللي انت اخترته، بس يوم ما هترجع مش هتلاقيني مستنيك. وربنا يوفقكم يا جماعه، واسف ان انا يعني طولت عليكم في المكالمه وشكرا. متشكرين ليك يا محمد على اتصالك. هو البرنامج مش
مش كلام في الحب. ده برنامج صوت جامعة، بس يا رب تكون الرسالة لمحمد موجهة وصلت. ودلوقتي هنروح بقى مع اتصال مع رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة الزقازيق. تمام. بس كويس ان البرنامج بتاعنا، والله احنا بنشكركم جدا على الناس اللي بتسمعنا. دلوقتي حالا معانا رئيس اتحاد كلية الآداب جامعة الزقازيق الأستاذ طارق خالد. مساء الخير يا طارق. مساء الخير، ازيك يا معلم؟ ازيك يا أستاذ؟ أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. أخبار الكلية إيه؟ على حسك بقى. كلية حلوة في حس الطلبة اللي فيها. ربنا يخليك يا طارق، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني إيه الاتحاد يا طارق؟ اتحاد؟ آه. عايز وقت طويل بس هختصرها لك في كلمتين. الاتحاد يعني مجموعة من الطلبة، منها بتخدم طلبة ومنها بتعمل أنشطة بتفيد بيها الكلية. تمام. كلمتين أختصر لك بيهم الاتحاد، لكن لو هنتكلم عن الاتحاد من هنا للسنة الجاية مش هتلاقي كلام يخلص عشان بس أختصرهم لك في الكلمتين دول بس. تمام يا طارق. طب أنا بالنسبة لي يا طارق، أنا دلوقتي عندي نشاط مثلا رياضي ثقافي تمثيلي الكلام ده كله، أروح فين؟ تقدر تطلع مكتب الاتحاد في امناء لجان، مثلا هنقول اللجنه الرياضيه وفي معانا محمد صابر امين اللجنه الرياضيه، بتطلع له تقول له انا عايز اعمل دوري كره قدم ومعايا عدد 1 2 3. هو بيقدر يعلن عن دوري كره القدم في الكليه زي ما عملنا دوري الاسبوع اللي فات لو كنت سمعت عنه، عملناه في استاد الجامعه. أيوه تمام. عملنا دوري للطلبه في استاد الجامعه، كان متكون من 12 فريق واتعمل يوم الثلاث والاربع، فهو خلص الثلاث لان كان في فرق ما جاتش، في فرق كان عندها ظروف فما جاتش. تمام. نقدر من خلاله بناخد موافقات، ده بيبقى شغلنا احنا بقى ان احنا ناخد موافقات نخلص بيها مثلا في الملعب الفلاني ملعب كذا في الملعب كذا، نخلص بيها الموافقات دي ونجيب الطلبه تلعب في النهائي، يعني بنوفر لهم كل حاجه. تمام يا طارق. طب بالنسبة للخطة إن شاء الله اللي أنتوا ناويين تمشوا عليها 1 2 3 كده إن شاء الله، اللي أنتوا حاطينها دلوقتي على الترابيزة بتاعتكم، يعني ممكن نعرفها إحنا كطلبة كلية آداب؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ اقول احنا اول ما ابتدينا الاتحاد، يعني مسكنا الاتحاد بالظبط كان يوم 18/11. تمام. ابتدينا شغل على طول الحد اللي بعده، كانت اول عربيه بنك دعم تنزل كليه اداب، لان الاتحاد بقى 3 سنين موجود في الجامعه عامه. فعلا تمام. عملنا حاجه، كانت اول حاجه خيريه الاتحاد يعملها، وبعدين ابتدينا كده بعد كده بنظافه عمل حمله نظافه في الكليه، ده طبعا بعد التعاون مع دكتور عبد الله عسكر ووكيل الكليه دكتور عماد دكتور عماد مخيم. تمام. والناس تعاونوا معانا جدا وتعاونوا مع الطلبه جدا، دي كانت تاني حاجه نعملها. عملنا كنا في المدرج يوميا بشكل استمراري، سمعنا مشاكل من الطلبه، كان مشاكلهم كان في ناس عندها مشكله في زحمه الكتب في قسم عربي. تمام. المشكله اتحلت بالظبط في ظرف 3 ايام. كويس جدا. مشاكل كتير معانا بنقدر علينا نعمله دلوقتي لان انا معايا فتره صغيره، انا امتحاناتي مش ثابته فالفتره صغيره. عملنا بعد كده احنا في المدرج، بعد كده ندوه بتاعت اول امبارح لو سمعت عنها، ندوه اداب ازاي. ايوه فعلا تمام، سمعنا عنها وحضرناها كمان، كان الدكتور عماد مخيمر فيها وكل الدكاتره كانوا فيها فعلا. تمام. الندوه ديت يعني بالنسبه للطلبه اللي هي مش عارفه يعني تلعب طول السنه وجايه اخر الترم بقى عايزه تجمع ازاي هتذاكر ولا ازاي هتعمل ايه في الامتحان. ده عملناه. تمام. المشكله ان كانت عندي ان الوقت معايا صغير، فالوقت صغير انا مش هقدر اعمل حاجه في الوقت ده كله، عملنا اللي ربنا قدرنا عليه. لكن بالنسبه للترم الثاني في حفله استقبال على اعلى مستوى هتقابلها جامعه الزقازيق، هتطلع من كليه اداب الجامعه كلها تضحك بيها ان شاء الله. يا رب يا رب. جميع نشاط اجتماعي، ده هنعمل دعم كتب. اول حاجه بتتعمل الترم الثاني بدل ما الكتابه يبقى ب 50 و60 جنيه ليه الكتاب ما يكونش ب 30 جنيه؟ دي هتتعمل، ولو مش اتعملت ولو العامل باعه اكتر من كده مستعد بيها اي طالب يقدم فيها شكوى شخصيه. تمام. ده تصريح ما قلتوش لاي حد معاك. انا اشكرك جدا على تصريحك. دلوقتي انا بروح احضر محاضرات، حلو الكلام، بلاقي في كلام كتير في المحاضره اثناء الدكتور بيتكلم، دي مشكله برضو، عايزين برضو نحطها دلوقتي على الترابيزه بتاعتنا. انا واجهت مشاكل كتير من دي، من ضمن الورق اللي جالي، من ضمن ورق المشاكل اللي جات لي من الطلبه. تمام. الصوت ده بيطلع من وسطكم، اكيد تمام. بيخلي الدكتور يخسركم وتخسروا الدكتور. تمام. انتوا لو انا مش معاكم جوه المدرج، انتوا اللي جوه المدرج، فانتوا هتلاقوا اي واحد بيعمل اي
حلو. اتكلمنا فيها مع مجلس في مجلس الاتحاد مع الدكتور عبد الله عسكر واتفقنا على كده. طيب يا طارق، دلوقتي يعني لو كنت متابعنا في اتصال قبل ما حضرتك تتصل بينا. لا للاسف والله مش متابعكم، بس انا معاك عادي. طيب كان دعاء بتقول ان في طلبة بيخشوا في المدرج مش موجودين من الكلية من اساسه، فاقترحت ان هي بتقول من خلال برنامج صوت الجامعة نوصل سؤالها وطلبها لرئيس اتحاد كلية آداب جامعة الزقازيق المتمثلة في حضرتك طارق خالد، إن هي بتقول المفروض يقف الاتحاد يوفر واحد على كل مدرج اللي هو يشوف الكارنيهات بتاعة الدفعة. كأمن يا طارق مش طالب. ومين قال لك انها ما اتعملتش؟ اتعملت وسببت مشكله مع قسم لغه عربيه، وقال لك ازاي طالب زي يقف يقول لا. لك كارنيها. ما هو احنا دلوقتي بنقول مشكله كبيره واحنا انسحبنا نفسنا. ماشي، احنا دلوقتي بنقول أمن مش طالب، فاهمني؟ ما انا واصله لي والله واصله لي، بس انت عشان توفر كميه هتوفر امن تحت هيشوف كارنيهات وامن كمان. احنا عندنا كام بوابة يا طارق للكلية بتاعتنا؟ عندك بوابتين في المبنى القديم وبوابتين في المبنى الجديد. تمام. وعندك 4 مدرجات. حلو الكلام. احنا عندنا في المبنى بتاع ب اللي هو بتاع د وج في 4 ولا 5 واقفين على البوابة. جميل. حلو الكلام. طب ليه احنا عندنا مدرجين؟ ليه واحد منهم يطلع يلف في مثلا كل واحد ياخد دور؟ احنا عندنا دورين، ليه ما حدش كل واحد ياخد دور؟ أو بلاش يا طارق إن هم يقفوا على البوابة تحت، يخلوا الطلبة تطلع عادي ويقفوا على المدرج فوق، يعني عشان المدرج ده المهم، مش المهم اللي تحت البوابة. إن البوابة مش مهم، عادي أي حد يخش، إنما المدرج والقاعات دي أهم حاجة، لأن الطلبة بتشتكي من الصوت وبتقول إحنا مش بنعرف نحضر، مش بنعرف نركز، ما بنعرفش نسمع الدكتور كويس، الصوت ما بيبقاش واضح. الدكاترة بيجوا بعد كده بيأذونا في الامتحانات، بيحطونا في دماغهم، بيحطوا الدفعة، كل الكلام ده بيتقال. جميل. انا معاك في حاجه زي دي، بس كطلبه في طلبه هتوافق بالموضوع ده. معظم الطلبه يقول لك انا لسه مطلع كارنيه تحت ولسه مطلع كارنيه على البوابه، زي ما بيعمل بالظبط على البوابه بتاعت المبنى. انا لسه مطلع كارنيه بره، ايه اللي هيخليني اطلع كارنيه تاني؟ هتحصل مشاكل. أنا مش بتكلم في النقطة دي يا طارق، أنا بقول بدل ما الأمن واقف تحت على البوابة يقف على المدرجات. يعني رئيس كلية آداب يحط، بدل ما يحط الأمن على البوابة تحت يحط على المدرج. والله واصله لي. انا هسعى في حاجه زي دي، واللي ربنا عايزه هيكون. انا معاك في حاجه زي دي، انا مش ضد، يعني يا ريت التعامل يتفعل، لان في طلبه كتير بتيجي غريبه عن الكليه وبتعمل مشاكل. اكيد طبعا. انا طبعا لو سمعت على المشكله بتاعت الاسبوع اللي فات بتاع المدرج دي، الطلبه اللي شغالوا مهرجانات في الميه تمام. واتحلت، وكانت طلبه من حقوق وتجاره وخدوا مجلس تأديب. تمام. انا دلوقتي حضرتك بتقول يا طارق ان بتاع الطالب يجي يقول لو بتاع الامن جه قال له طلع كارنيه تقول له ما لسه مطلعه. لا، بتاع الامن ده جاي واقف على البوابه عشان يشوف فعلا الكارنيه. لو اي طالب اعترض يبقى ده يتحال على طول الشؤون القانونيه. مفيش، احنا عايزين دوله. يعني يا ريت لما واحد هيتحال يا ريت اللي بعديه هيخاف ويقول لك انا هطلع كارنيه. لا، في ناس محترمه بتطلع كارنيه، بس في ناس ثانيه تقول لك ايه يا عم انا في الكليه ما انا يتحال. مش عارف ناس بتمشي، ما انا برضه انا لسه طالع من جوه. احنا دولة نظام طبعا، تمام. فلازم نبدأ من حاجة صغيرة نكون فيها منظمين عشان نبقى فعلا احنا قدام الدولة كلها، او الدولة كلها تبقى منظمة. تمام. وانا هبتدي معاك بالنظام، واحنا عاملين فعاليه ان شاء الله في بدايه الترم الثاني اسمها ابدأ بنفسك. تمام. كل واحد بدأ بنفسه، ما رماش ورقه في الارض. لو كل واحد طلع كارنيه الثاني فعلا حملة. لكن انا مثلا انا داخل هقول لشرط الامن يقول لي كارنيه، هقول له انا لسه طالع من جوه، اللي ورايا هيطلع كارنيه لا هيقول نفس الكلمه. وانا برضو بقول لك يا طارق ان اول واحد اتبنى حملة ابدأ بنفسك في كلية الآداب اللي هو شريف في الفرقة الثالثة جغرافيا، شريف عبد العظيم. اكيد تعرفه. عارف والله. ده اول واحد اتبنى حملة ابدأ بنفسك، فاكيد تتواصلوا معاه. اكيد برضو عنده افكار مش قادر ان هو يحققها. تواصلنا فعلا مع بعض ونسقنا مع بعض ازاي هنعملها الترم الثاني. تمام. اكيد ربنا يوفقك يا طارق. ربنا يخليك. احنا اكيد بنتمنى ليك كل التوفيق انت واللجان اللي معاك. تمام. وان شاء الله ده هيكون منبر انك انت عايز توجه رسالة لاي طالب في كلية آداب. تقدر انك انت توجه رسالة من عندنا. تمام.
ان شاء الله، لانك انت يعني في ناس من الاتحاد بتخش القاعات او المدرجات ما بيقدروش ان هم يأدوا الرساله بكامل الاوجه، يعني مثلا في ناس مش بتحترم ده، فعلا. في ناس ما بتحترمش ده، في ناس ما يعني ماشيه بمبدا ايه، يعني ايه اتحاد، يعني انا من وفاهم يقول لك هم هيعملوا لي ايه، هم اعمل مني في ايه، هم مين اصلا دول، ما بيحترموا حد ولا بيحترموا اي شخص جاب قدامهم ايا كان مين. دي المشكله، المشكله ان لو كل واحد سمع بس الدنيا دي هتمشي. اكيد طبعا، في ناس اكيد عايزه تستفاد منكم، عايزه تستفاد من الاتحاد. طب مثلا جالنا استفسار دلوقتي، المذكرات ايه اخبارها يا طارق؟ ما احنا مش عاملين مذكرات، احنا عاملين دليل الطالب للامتحانات السنين اللي فاتت، عاملينها الاولى اعلام وعربي وعلم نفس وتاريخ، وثانيه جغرافيا واعلام برضه وتاريخ وعلم نفس ولغه عربيه، وفي ثالثه ان شاء الله في 5 اقسام عايزين يوم الثلاث. تمام. طب اخرنا المطبعه والله لانها بتطبع امتحانات الكليه، فده اللي مأخرنا، ده اللي مأخر نزول المرشد. طب المرشد ده مجانا ولا بمبلغ ولا ايه؟ مجانا من غير ولا مليم. منين بالظبط؟ الاتحاد، مكتب الاتحاد بيخش معزز مكرم بيقول انا عايز دليل الطالب مثلا من فرقه كذا قسم كذا. تمام. لما اتفضل فهيقول له إيه؟ محدش يدفع فلوس، محدش يمسك ولا كلمه يدفع فلوس، احنا عايزين نمنع المراكز اللي موجوده في الكليه. فعلا مشكله بتواجه من زمان فعلا. هيبقى في محاضرات متوفره، بدل ما يروح يشتري الطالب المحاضره من مركز 5 جنيه ما ياخدهاش ببلاش. هو الاتحاد ده معمول ليه؟ الاتحاد ده معمول عشان يفيد الطالب. اكيد طبعا، والناس انتخبتكم تمام عشان برضو ان الناس تستفاد منكم، اكيد الطلبه اللي انتخبتكم عشان تستفاد منكم. هو احنا مش هنتكلم في انتخابات، هو ما حدش في الانتخابات. هو كان كله بالتزكيه، احنا عارفين طبعا ان كلكم كاسبين بالتزكيه. عشان في ناس بتقول لك الاداره ظبطتها والاداره عملت لا لها، لا، اقسم بالله الاداره ما عملت اي حاجه يا جماعه. للاسف ما فيش حد اصلا دخل الانتخابات. احنا سحبنا ورق وكان في انتخابات في فرقه ثالثه على لجنه واحده. دي اللجنه اللي حصل فيها انتخابات. عشان بقيت الناس تقول لك الاداره ظبطتها وعملت يوم واحد انتخابات في فرقه واحده، فعشان ياخدوها بتوع الاسره بتوع السنه اللي فاتت، احنا كنا اسره واحنا تعبنا واحنا تعبنا، فربنا كفينا على قد تعبنا. اكيد يا طارق. طيب يا طارق، يعني محمد كان معانا الأسبوع اللي فات، استضفناه برضو وسألناه عن المذكرات، قال لنا هو في مذكرات نزلت. هو في مذكرات نزلت وفي مذكرات بالفعل كانت بتتوزع لغايه امبارح. اه امبارح كان لغايه امبارح في ناس كان خد اولى عربي واعلام، وفي ثانيه انجليزي برضه بتتوزع. اللي عايز يا جماعه من يوم الاحد مكتب الاتحاد مفتوح من الساعه 9 للساعه 3. طيب لان مش بلاقي ناس بتتكشف وهي واقفه على الباب، بقول لهم اقول مثلا اخدمك في ايه؟ يقول لي عايز دليل الطالب. طب اتفضل، ما فيها ايه؟ ده مكتبك انت قبل ما يكون مكتبي. صح. مكتب اسمه اتحاد الطلاب، من الطلبه نفسهم، مش اللي قاعدين فيه، اللي قاعدين فيه دول شغالين عند الطلبه. طيب يا طارق، ان شاء الله يعني هل انتوا هتقدروا مع بدايه الترم الثاني تغطوا جميع اقسام كليه اداب في عمل مذكرات وتعرفوا تجاوبوا على كل اسئلتهم بمعنى صح، يعني هتكفوا او هتغطوا تغطيه شامله لكل حاجه يطلبوها منكم او يعرضوها عليكم؟ هل معاك فريق اعداد جاهز للعمل او القيام بهذا؟ الفريق موجود وكل حاجه موجوده، واحنا تحت امر الطلبه في اي حاجه. وان شاء الله الاتحاد الترم الثاني، يعني انا عايز اقول لك اللي بيقرا الاتحاد الترم ده وبيقول لي اسكت في اتحاد التزكيه وعامل حوارات كتير على الاتحاد، عايز اقول لك ان الترم الثاني اول واحد هيكون بيقول انا بحب الاتحاد، او هو بيدعم الاتحاد بمعنى اصح. احنا نفسنا والله يا طارق ان الاتحاد يكون احسن اتحاد جه كليه اداب. تمام. يمكن الناس شافتنا قبل ما نمسك اتحاد واحنا اسره، وكان بيتقال علينا اسره تحت السلم، كنا بنعمل ايه؟ تمام فعلا. احنا لا بنسعى المناصب ولا مكاتب، احنا لما تحت السلم ده ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. طب يا طارق ان شاء الله طب اكيد انت عندك خطه هتمشي عليها ان شاء الله مع بدايه الترم الجديد. ان شاء الله. هو في الاول كده اولا، بس هو هيبقى في حاجه في الاجازه الاتحاد هيعملها للطلبه، ولا تبقى اجازه عاديه زي اي اجازه للطلبه خدتها؟ احتمال نعمل في الاجازه ان شاء الله معسكر جواله ينزلوا فيه الطلبه تشوف حفلات السمر بتاعه الجواله. واحنا عندنا يوم 6/1 عرض كليه الاداب، العرض بتاع عرض المسرحي لكليه الاداب في قاعه المنتديات.
ده طلع باسم الكليه، عرض باسم الكليه هيتعمل في قاعه المنتديات يوم 6/1 ان شاء الله. تمام. احنا بنتمنى يا طارق خريج امتحانات واجازه وفي دراسه. طبعا ده شغلكم يا طارق، وانت لو حطيت نفسك في تبقى خدمه عامه، تمام، لانك انت ان شاء الله هتكون كفء. واحنا اللي عايزين نفتح حسابنا لو احنا ما نفذناش حاجه. تمام. احنا طبعا احنا عمرنا ما هنقول امين على اي حاجه. احنا بنقول لك احنا في برنامج صوت الطلبه احنا معاك على الحلوه والمره. في الغلط هنقف ضدك ونواجهك، ده شيء مش يزعل. انا عايز الناس الطلبه كلها في الغلط، مش شرط البرنامج بس، الطلبه كلها في الغلط. تيجي تقول لا انا غلط، تطلع من دكتور عبد الله عاطف تقول الاتحاد ما وفرليش كذا، تطلع له على طول. تمام. احنا الحمد لله يعني البرنامج بيوصل لطلبه كتير، تمام، فاحنا بنتشرف بيك يعني كرئيس اتحاد جامعه الزقازيق، كليه الاداب. تمام، كليه الاداب جامعه الزقازيق. تمام. انك انت لو عاوز توصل اي رساله لطلبه كليه الاداب او اي طلبه اي كليات اخرى، انك انت تتفضل معانا على البرنامج وتوجه اي رساله انت عايزها. فاهمني؟ لان احنا هنا في البرنامج الطالب بيبقى قاعد في البيت براحته على النت، بيسمع الحلقه بتبقى مسجله، بتنزل على النت، فاكيد اي طالب بيسمعها لانها بتنزل على جميع المواقع وبتنزل على صفحه الاذاعه. واكيد طبعا احنا هنبعت لكم الحلقه ديت على صفحه الاتحاد عشان حضرتك تنزلها، لان دي افاده كتير للطلبه. تمام. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقكم، وانا واحمد اكيد نتمنى ان ربنا يوفقكم اكيد في شغلكم اللي جاي، واحنا وراكم وبندعمكم. ان شاء الله ان شاء الله. في يا طارق رحلات، في جوالة، في فسح، في أي حاجة للطلبة اللي هم يقدموها؟ بداية الترم الثاني وفي رحلة طالعة، أنا مش متذكر طالعة فين بالظبط لأن هي بتتجهز دلوقتي. طالعة القاهرة على ما أظن ب 50 جنيه. طب هتبقى يوم امتى يا طارق؟ هي المفروض كانت يوم الجمعة الجاية، مش عارف بقى احنا لسه ما اتحددتش أو الشيء لسه ما اتمضاش. طب والامتحانات يا طارق؟ وهو بقى احنا هنعمل إيه والله اللي بنقدر عليه بنعمله. يعني بنقدر عليه نعمله. ماشي، ما هو يعني هيجي لك طلب يقول لك انت بتطلع لي رحلات او بتقدم لي خدمه، بس انا مش هعرف استغل الخدمه دي، صح ولا انا غلطان؟ في خدمات كتير الترم الثاني، في رحلات كتير، في رحلة مستشفى 57 باسم كلية آداب مش باسم الاتحاد. تمام. في رحلات تانية كتير فيها يبقى شرم والأقصر وأسوان بأسعار مخفضة إن شاء الله الترم الثاني. تمام. وفي الأجازة إن شاء الله أبلغكم برضه في البرنامج، وهيتبلغ في الكلية وهيتعلق ورا في الكلية بمعسكر للجوالة، طالما تيجي تحضر تشوف الحفلات اللي هتتعمل في الأجازة. تمام. في استضافة لكلية آداب جامعة عين شمس الترم الثاني إن شاء الله. ان شاء الله. الأسر بالاتحاد بتاعها عندنا في آداب. اكيد ان شاء الله ينوروا اداب ويقولوا فعلا اتحاد اداب عمل حاجه في الكليه. إن شاء الله. واحنا ان شاء الله بنوجه رساله للطلبه انها تكون واجهه مشرفه للكليه قدام اي ضيف من اي كليه اخرى. إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا على مداخلتك يا طارق معانا. تمام. وان شاء الله تكون معانا في لقاءات اخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يوفقك يا طارق انت والفريق المعاون. ربنا يخليك. مع الف سلامه يا طارق، مع الف سلامه. طبعا الحلقه النهارده كانت مثمره، كان فيها حاجات كتير. تمام. مع اني انا كنت تعبان واحنا برضه تعبان، عندنا احنا الاتنين برد، لكن ان شاء الله كملنا وقلنا مادام لازم نقدر الناس ونيجي للناس، لان الناس دي على دماغنا من فوق. زي ما احنا بنقول دايما احنا في كليه اعداد بيكم انت. تمام. بيكم انتوا هنوصل وصوتنا هيوصل. الاتحاد معانا، طارق لسه معانا، اي مشكله مواجهه الناس راسلونا وهنتصل بطارق ونقول له في مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، يا ريت تطرحوها وتشوفوا لها حل. زي ما طارق قال الاتحاد ما هو الا طلبه، الاتحاد ما هو الا طلبه شغاله عن الطلب. تمام. يعني اي حد يقابله مشكله، يقابله سوء معامله، يقابله تزاحم على كتاب معين، يقابله اي مشكله من امن، يقابله النظافه، الكلام ده كله
الاتحاد إن شاء الله هيحلها. احنا معانا حلقتنا، بنقول احنا حلقتنا كان فيها ايه النهارده كده، نبدأ من الأول. كان فيها أخبار الأقسام، غطينا الحمد لله جميع الأقسام. دخلنا عملنا مكالمة مع رئيس الاتحاد واستفسرنا عن كل حاجة، وعملنا مكالمات وعن مستمعينا، وفي واحد اسمه محمد اتصل بينا وراسل لي وبعت رسالة لحبيبته ولا انت مش هتلاقي زيي، يا رب تكونوا بتسمعوا. والنهارده طولنا عليكم معلش، لانها اخر آخر حلقة. حلقة بقى يا أحمد وكده. اخر حلقة، وان شاء الله نرجع بعد الامتحانات اقوى من كده، بس القوة دي مش هترجع إلا من خلالكم انتوا، من دعمكم لينا وصوتكم، وتعرضونا لو في حاجة غلط. احنا بنقبل المعارضة، وأي مشكلة تقابلكم في كلية آداب من خلال برنامج صوت الجامعة مع محمد عز وأحمد المحلاوي هتقدر إن شاء الله المشكلة تتحل، سواء المشكلة دي في مذكرات، في مدرجات، في محاضرات، في أي حاجة تخص كلية الآداب إن شاء الله نقدر نحلها لكم. إن شاء الله في رحلات وفي كل حاجة، علشان الاتحاد السنة دي غير أي سنة قبل كده، على إن الاتحاد كان واقف بقاله 3 سنين، بس الاتحاد بيقول إن هو هيعمل حاجة، معاه خطة، معاه. احنا زي ما قلنا يا احمد، احنا مش على طول هنبقى زي عاملين زي نواب مجلس الشعب ايام زمان، امين موافقون. احنا قلنا لطارق لو في اي مشكله جات لنا او انتوا غلطتوا في حاجه، اول ناس هنقف ونعرفكم. هو احنا برنامج صوت الجامعه، اولا انا واحمد ما هو الا شخصين بيوصلوا رسالتكم. انتوا الاساس، انتوا يا طلبه كليه الاداب الاساس. اهم حاجه دلوقتي عايزين نفكر فيها ان احنا نذاكر وربنا يكرمنا وربنا يوفقنا وايه. احنا كده غطينا 2.5 ساعة، اه طولنا على مستمعينا وبنتعطل في وقتكم. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي والحلقة اللي قبليها، وتكونوا ازاي عرفتوا تذاكروا، وازاي تعرفوا تجمعوا محاضرات، وازاي ان شاء الله تعرفوا تحلوا. وبين الموقف اللي انا ومحمد مثلناه، اللي هو ان شاء الله للطلبة الجدد او اي طالب سواء تانية تالتة رابعة بيواجه الموقف ده، بس بيختلف من طالب لطالب. ممكن طالب يسمع ان يقعد يا ابني هناك واقعد واللي يبص قدامه هسحب ويه، ممكن يتوتر، والافكار او المذاكره اللي في دماغه ما يفتكرش منها حاجه، وده فعلا بيحصل. بس انا ومحمد من خلال برنامج صوت الجامعه بنقول لكم خلوا ثقتكم في نفسكم، اوعوا حد يهزكم، اوعوا تنسوا ان انتوا ذاكرتوه، وخليكم على يقين ان ربنا ما بيضيعش تعب اي حد. وهسيبكم مع محمد وشكر الاعداد وفريق الاعداد. اتفضل يا محمد. تم اعداد الحلقه بواسطه كل من آية يوسف من قسم اللغه العربيه، ريهام مجدي من قسم اللغه الانجليزيه، اسماء خالد من قسم اجتماع، سمر من قسم تاريخ، اسراء حمدي من قسم جغرافيا، سلمى من قسم جغرافيا، شريف من قسم جغرافيا، ندى من قسم جغرافيا، هايدي من قسم جغرافيا. طبعا قسم جغرافيا واخد كتير لان الشعب فيه كتير، فصعب ان احنا نتوصل للشعب دي عن طريق شخص واحد. واخر شكر لاسراء الشواتفي قسم علم النفس. بنشكر انا واحمد كل المستمعين، كل اللي سمعونا، كل اللي شاركونا في الحلقه، كل اللي بيساعدنا عشان صوتنا يوصل بالحق باذن الله. ان شاء الله انتظروا حلقتنا مسجلة على صفحة إذاعة راديو شباب مصر. ابحث عنها على الفيسبوك، وهي راديو شباب مصر بالإنجليش، راديو شباب مصر بالإنجليش. يا عم
يلا نروح نذاكر بقى، هتأخرنا على المذاكرة أوي كده صح؟ يلا. شكرا جدا ليكم يا جماعة، انتظرونا بعد الامتحانات مع إطلاقة أقوى وأحسن بإذن الله. شكرا جدا ليكم. متشكرين ليكم وطولنا عليكم النهارده. باي باي.